جايب لكم بقى النهارده القلايه الهوائيه اللي بتقدمها شركه رافال المصريه، ودي اول قلايه هوائيه تصنيع مصري 100%، حاجه نفتخر بيها وبدايه قوه للتصنيع في مصر ان احنا يبقى عندنا اجهزه دقيقه كده ونصنعها عندنا في مصر. وعايز اقول لكم ان القلايه الهوائيه رافال بتيجي بقوه 1450 واط وبسعه 5 لتر. نفتح كده الكرتونه، واول ما فتحت لقيت الكتيب اللي بيبين كل الوصفات اللي نقدر نعملها ودليل المستخدم للقلايه الهوائيه رافال. 2 كتيب صغيرين كده شكلهم حلو، طرق الاستخدامات والمكونات، شايفين كل وصفه كده تقدروا تعملوها في القلايه الهوائيه مكتوب جنبها المكونات بتاعتها. شايفين الجمال يا جماعه؟ وده بقى دليل المستخدم اللي بتقدمه رافال في كل طرق الاستخدام، ده غير ان معاها ضمان 2 على قطع الغيار والصيانه، فدي حاجه كويسه جدا. عايز اوريكم شكل الكرتونه كده من الداخل، شايفين؟ ودي اول كرتونه جايه مع القلايه الهوائيه. جايبين الماسك السيليكون الحلو ده، كمان سبونش للتنظيف، كمان الفرشه السيليكون دي، كمان القوالب بتاعه الكاب كيكس السيليكون علشان لو عايزين نعمل كاب كيكس في القلايه الهوائيه، غير الطنج او المساكه الحلوه دي، كمان ورق الكاب كيك شايفين شكله الحلو، وورق زبده كتير وهقول لكم هنستعمله في ايه مع القلايه الهوائيه. كمان جايبين قطعه البيتزا وبخاخه الزيت، وطبعا لا غنى عنها معانا في القلايه الهوائيه. ودي بقى القلايه الهوائيه، شايفين شكلها محندقه كده ومش هتاخد مكان كبير في المطبخ. ده شكل القلايه الهوائيه من الاسفل، ميد ان ايجيبت. نشيل كده الكيس، شكلها فخم جدا من الخارج. تعالوا نفك كده الاسترتش، وده المكان اللي بيطلع الهواء الساخن اثناء القلي. شايفين كمان كاتبين ايه؟ اول ضمان حقيقي للحله 5 سنين، كمان مصنوع من مواد قويه وغير مضره على الاكل. ودي الحله الثانيه اللي بتكون الحله الخارجيه يا جماعه، شايفين الفخامه والشكل الحلو ما شاء الله. نفك كده، نشيل الكيس من المقبض، وده الزرار اللي بنضغط عليه علشان نفتح ونقفل. نحطها كده ونفك كده، تتشال معانا الحله، ونحط الحله الثانيه او المصفى علشان لو في اي زيوت تنزل في الحله دي. حلو قوي. نجهز البخاخه ونحط فيها زيت. طبعا القلايه الهوائيه اخترعوها علشان نحافظ على صحتنا وما نقليش الحاجات بكميه زيوت كتير، بس طبعا لو انت ست بيت وبتشتغلي وعايزه تنجزي كده في شغل المطبخ وما بتحبيش وقفه المطبخ كتير، هتجهزي بانيه الفراخ والكفته او اي حاجه بتحبيها وهتحمريها في القلايه الهوائيه بكل سهوله، وكمان حاجه مضمونه وصحيه. جبت كده طبق بانيه متبل وهنحمره في القلايه الهوائيه ونشوف هيطلع شكله عامل ازاي. هنفك كده المصفى ونحط ورقه الزبده دي علشان الزيوت اللي تقع فيها زي ما حضراتكم شايفين كده، ونجيب بخاخه الزيت وهبخ كده بختين تحت، وهاخد قطع بانيه الفراخ المتبل وهنزل بيها. شايفين نص كيلو فراخ بانيه وهبخ على وشها زيت. شايفين استهلكنا كميه زيت اقل من معلقه زيت بس. نقفل القلايه الهوائيه بسم الله. معانا الشاشه السكرين تاتش دي، اول حاجه هنضغط هنا هيظهر معانا بعض الاختيارات. نضغط على حرف الام يا جماعه ونختار احنا عاوزين نعمل بيتزا ولا بطاطس ولا كابوريا ولا سمك ولا فراخ، في اختيارات كتير. فطلع لي هنا 21 دقيقه على درجه حراره 180. هقول له تمام. نضغط هنا ونشغل ونسيبها بقى كده 21 دقيقه تتحمر، وهنشوف شكل الفراخ البانيه عامل ازاي. ايه ده يا جماعه؟ صوت القلايه الهوائيه ناعم جدا ويكاد يكون مش موجود اصلا، غير قلايات هوائيه تانية كتير بيبقى صوتها عالي. بعد 21 دقيقه هنفتح بقى كده ونشوف الفراخ البانيه بسم الله. ما شاء الله الفراخ البانيه اتحمرت معانا. شايفين قطع فراخ البانيه عامله ازاي؟ مقرمشه معانا كمان. الله على الجمال بجد. نقطع كده الفراخ البانيه، شايفين استوت معانا ازاي من جوه. حقيقي ان القلايه الهوائيه من رافال انها تطلع الفراخ بالشكل الحلو ده، وان هي تكون معانا مستويه تمام الفراخ البانيه ومتماسكه ومن غير زيت. شايفين شكلها الحلو يا جماعه؟ بسم الله. الله. بصراحه ممتازه جدا جدا في الفراخ البانيه. وتعالوا نشوف بقى الاختبار اللي بعد كده معانا. وبما ان البطاطا كتير الايام دي فعندي شغف ان انا اسوي فيها بطاطا. معايا كده كوزين بطاطا وهنزل في القلايه بتاعتنا ونقفل. كمان في اوبشن لو انتوا عاوزين تظبطوا درجه الحراره او عدد الدقائق على حسب رغباتكم. 25 دقيقه كافيه ان هي تسوي البطاطا بتاعتنا. بسم الله. شايفين جمال البطاطا وبتتقشر معانا ازاي؟ طبعا كانت عايزه لسه وقت يا جماعه، بس هي استوت من الخارج ولسه طبعا ما استوتش من الداخل. بنصحكم لما تيجوا تسووا البطاطا في القلايه الهوائيه رافال ان انتوا تزودوا عدد الدقائق شويه، تخلوه 40 دقيقه على درجه حراره 180. وهجرب اقلي فيها كمان الكفته البانيه. هنزل كده اهو. كده معانا الكفته البانيه سويناها في القلايه الهوائيه، شايفين؟ وخدت اللون الحلو ده. بسم الله. الله على الجمال بجد. شايفين طبقه التغليف متماسكه على اللحمه، شكلها حلو قوي. وتعالوا ندوق كده بسم الله. واو. تعالوا كمان نحمر السمبوسه. بكل سهوله السمبوسه اتحمرت معانا. نطلع كده، شايفين شكلها الحلو؟ الفراخ البانيه والسمبوسه والكفته البانيه طالعين معانا بجد تحفه.
في حاجه كمان بقى عندي شغف ان انا اجربها في القلايه الهوائيه رافال. معايا بصلايه كده مقطعها جوانح زي ما انتم شايفين. عارفين البصل اللي بيكون مع الكشري المصري اللي بيكون مقرمش كلنا بنحبه؟ هنزل كده بمعلقتين من الدقيق ومعلقتين من النشا واقلبهم كده مع البصلايه الجوانح وفي القلايه الهوائيه، وهبدا انزل بالبصل بتاعنا الشكل ده شكله يا جماعه اهو. هبدا ارش كده رشتين من الزيت وعلى القلايه الهوائيه على طول. ده شكل البصل بعد ما اتحمر معانا. شايفين الجمال كده؟ معانا البصل المتحمر بتاع الكشري، شايفين شكله الحلو يا جماعه ما شاء الله، وطالع معانا مقرمش ازاي. حقيقي حاجه جميله جدا وهتوفر معانا في الزيت لما نعمل البصل بتاع الكشري في القلايه الهوائيه ويطلع معانا مقرمش كده يا جماعه. شايفين؟ بسم الله. الله. وما ينفعش يبقى عندنا القلايه الهوائيه رافال وما نحمرش فيها شويه بطاطس. هنزل كده بشرايح البطاطس ونشغل كده ونشوف شكل البطاطس هيطلع عامل ازاي. نطلع كده البطاطس من القلايه. شايفين ما شاء الله؟ شايفين القرمشه؟ بسم الله. حقيقي القلايه الهوائيه من رافال عمليه جدا وهتوفر علينا وقت كتير ومجهود وكمان زيت. ده غير ان سعرها حلو جدا لانها تصنيع محلي بالمقارنه بقلايات هوائيه تانية اسعارهم طبعا غاليه جدا. هسيب لكم اللينك في اول تعليق اللي تقدروا من خلاله تعرفوا كل التفاصيل عن القلايه الهوائيه رافال. وفي النهايه لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان اعرض لكم منتجات كتير. تحياتي ليكم.